المشاعر فيض المشاعر وجاز ليل وعاطفة وسع الشاعر فيض المشاعر كلمة لها معنى وصفة تجبر فوام فيض المشاعر وجاز ليل وعاطفة وسع الشاعر فيض المشاعر كلمة لها معنى وصفة تجبر فوام فيض المشاعر وجاز ليل وعاطفة وسع الشاعر فيض المشاعر كلمة لها معنى وصفة تجبر فوام فيض المشاعر وجاز ليل وعاطفة وسع الشاعر فيض المشاعر كلمة لها معنى وصفة تجبر فوام فيض المشاعر وجاز ليل مشاهدي تلفزيون قطر ومستمعي صوت الخليج، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير وحياكم الله معنا في اولى حلقات برنامجكم فيض المشاعر في موسمه الجديد، واللي يعتبر ثمرة تعاون ما بين تلفزيون قطر واذاعه صوت الخليج بالتعاون ايضا مع لجنه شؤون الشعراء متمثله في مجلس الشعر. بداية أنقل لكم تحيات فريق العمل التلفزيوني وتحيات فريق العمل الإذاعي، وأيضا أقدم لكم باقة من التحايا العطرة من صديقي وزميلي محمد الشهواني اللي راح يقدم معاي برنامج فيض المشاعر. مناصر، مساء الخير. مساء النور اخوي عادل. في البدايه ارحب فيك، كذلك ارحب براعي المكان، ما هو بضيف، اللي هو الملحن القطري المميز اخوي عبد الله المناعي، وكذلك نرحب بالساده المستمعين عن طريق اذاعه صوت الخليج، وكذلك المشاهدين عن طريق تلفزيون قطر، ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع، جميع اللي بيشارك معنا في البرنامج هذا بشكله او ستايله الجديد. حياك الله عبد الله المناعي. الله يحييك. سعيدين بوجودك معنا، وانا اسعد. واحنا راح نكشف ايضا لكل المشاهدين والمستمعين سبب وجود عبد الله المناعي في برنامج فيض المشاعر. نعم. بالتاكيد احنا راح نتكلم عن هذا الموضوع في حلقه اليوم، والجمهور ان شاء الله راح يعرفون، بس ما حد راح يتوقع انك شاعر رغم الاشاعات اللي قاعده. عبد الله المناعي مو شاعر. لا مو شاعر ابد. ملحن مبدع، من الاسماء في مجال الموسيقى، الاسماء المميزه والاسماء البارزه الان في الساحه الخليجيه بشكل عام. الله يخليك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابو ناصر، للتواصل معنا احنا نبغي نذكرهم هو رقم التواصل مع برنامجنا اللي هو 4403 4 صفار 4403 4 صفار او 4 صفار، عن طريق اللي بيسمعنا عن طريق اذاعه صوت الخليج، واللي بيشوفنا عن طريق تلفزيون قطر، ومرحبا ومسهلا بهم، سواء الشعراء الاخوان او الشاعرات خواتم الشعراء. حياهم الله جميعا، حياهم الله. ايضا للتواصل مشاهدينا الكرام ومستمعي اذاعه صوت الخليج، للتواصل عبر موقع تلفزيون قطر هو qtv.qa، وايضا حساب برنامج فيض المشاعر في تويتر FAYDSKR. وحياكم الله معنا جميعا. احنا الان ايضا راح نبدا تقرير جديد في حلقات برنامج فيض المشاعر. كل حلقه تقرير، هذا من انتاج الاخوان في مجلس الشعر، بيض الله وجههم ويستاهلون كل خير. انتاج رائع ايضا، في مجموعه ايضا هذا التقارير عن الشعراء بتكون اسبوعيه، سواء تقرير عن شاعر راحل او شاعر معاصر بشكل بسيط بشكل موجز، وشعراء قطر يستاهلون كل خير. جهز العتيبي مشاهدينا الكرام ومستمعي إذاعة صوت الخليج أحد الأسماء المميزة في الساحة الشعبية القطرية. نشاهد هذا التقرير عن الشاعر جهز العتيبي، ونتواصل وإياكم بعد هذا التقرير. الناس مهمها وش كان مقلقلي، الناس تبغى القصيدة وتترك الباقي، وهذا هو اللي مع أخلاقي موهقني، لجيت بكتب همومي لجت أعماقي، والهاج سلي من البارح معلقني على دروب السهر والضيق والشاقي، إن قلت هات القلم مهوب مطلقني، وإن قلت خل القلم ما يطلق وثاقي، أدور رضاه لكنه يضايقني، طبعه يحب الزعل ويدور حراقي، أبواب طقيتها وأبواب تطرقني، وأبواب من قبل جهة تنكسر ساقي، في بعض الأحلام ما ربي موفقني،
أموت عطشانها وتموت بحداقي، حتى أكذب الشعر عيا لا يصدقني، من كثر ما أحكي عن جروحي وعشاقي، ويا ليت فاضل ورق بكره يطوقني، بلي نظمته من إبداعي على أوراقي. الشاعر جهز بن سيف بن مسفر المقاطي العتيبي. أنا بدايتي منذ الصغر، في ال10 سنوات الأولى من حياتي. أنا من أسرة لها صلة كبيرة بالشعر، يعني خوالي شعراء، ووالدتي الله يطول في عمرها أيضا شاعرة يعني، والشعر مش غريب علي يعني. بديت المشوار تقريبا يعني في السنوات الأولى من حياتي يعني، بس كانت قصائد متواضعة. أول نشر لي كان في عام 1980، يسبقها قصيدة في الإذاعة من خلال إذاعة البحرين. كان عند رجل من أصدقائي الآن عبد الله خلف الدوسري، وكان يقدم برنامج اسمه ريضان الشعر، ولكن القصيدة الأولى أيضا نشرت لي عند أستاذنا الفاضل حمد محسن النعيمي، كانت في جريدة الراية. طبعا أنا مريت في مراحل كثيرة يعني، بدءا من مرحلة النشر ومرحلة التحرير. أول صفحة شعبية توليت مهامها هي في مجلة العهد سنة 1982، وبعدين انتقلت من مجلة العهد إلى مجلة العرب. تأتي مرحلة أنا قدمت برنامج في إذاعة قطر اسمه عبير الخزامة، عندي 11 نص مغنى، وفي نصوص عاطفية، وأغلبية نصوصي كانت وطنية يعني. تشرب قراح الغلا معباقي نياقي، أحطب لها من ضلوعي لين تحرقني، تستوعب أكبر همومي وابعد آفاقي، والناس مهمها وش كان مقلقني، الناس تبغى القصيد وتترك الباقي. الناس ما همها وش كان مقلقني، الناس تبغى القصيد وتترك الباقي. بيت من أبيات الشاعر جهز بن سيف العتيبي. وشاهدنا هذا التقرير، وفي كل حلقة مشاهدينا الكرام ومستمعي صوت الخليج راح نقدم لكم تقرير عن أحد رموز الساحة الشعبية القطرية. والله في اتصالات كثيرة يا أبو ناصر. معانا حاليا عبد الرحمن الحمادي من قطر. مرحبا. مرحبا بك، كيف الحال؟ الله يسلمك. هلا عبد الرحمن، مبارك عودة البرنامج، جزاك الله خير. وصيتوا علينا والله يا اخوي، ما يبطي على قولتهم يسير لكبره. عبد الله المناعي ومحمد الشهواني، ويا مرحبا. حياك الله، حياك الله يا عبد الرحمن. وابو عبد الله، مرحبا 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 وغلا يا عبد الرحمن، حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. سعيدين بوجودك معنا، واول اتصال في حلقة اليوم من عبد الرحمن الحمادي، ان شاء الله انه فال خير. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. والله القصيدة يا ابو عبد الله كانت عبارة عن بيتين ارسلتهم لك العام وانت عديتهم البرنامج، وكملتهم قبل 3 أيام تقريبا، بس في النوت اللي في الايفون ولا عدلت عليهم حتى. فاسمحوا لنا اذا في منه قصور ولا فيهم بعض الاخطاء. نسمع القصيدة يا ابو عوف. يقول الحبيب اللي يدور عن وطن، قلبه المخلص تعب منه وعان، كل ما به شخص في الدنيا ولن يشبه إحساسه ولا قدر وصان، قلبه شجرة ثمر حبه رمن، من عناقيد المحبة والحنان، رابط آماله مع حبل الرسن، صهوة أحلامه يوصلها العنان. قلبه شجرة ثمر حبه رمن، من عناقيد المحبة والحنان، رابط أماله مع حبل الرسن، صهوة أحلامه يوصلها العنان. انضحك وياك تلقاه به محن، وان بكى دونك فرح قلبه يبان، عاش معك أيام قدرها زمن، في وسط عينه مسوي لك مكان. انضحك وياك تلقاه به محن، وان بكى دونك فرح قلبه يبان، عاش معك أيام قدرها زمن، في وسط عينه مسوي لك مكان.
لاقي بقربك فرح بين الشجن، ما حد كفوفك حزم ولا وكان، وانت شين لا يقدر بي ثمن، عشت بك يومين عوضني زمان، الحبيب اللي يدور عن وطن بك لقاه روح انتمائه والامان. سلامتكم. سلام، من قال سالم، صح الله لسانك يا عبد الرحمن، مميز جدا بصراحة. رائع. عبد الرحمن، انت قد نشرت في الاعلام من قبل سواء جرايد ولا مجلات نشرت في 2005 و2006 ورجعت تقريبا من شهرين في جريدة العرب عند اخوي محمد المناعي. نعم. مميز يا عبد الرحمن، وصح الله لسانك والله لا يهيك. يعطيك العافيه عبد الرحمن الحمادي، شكرا جزيلا لك. انت واحد من الاسماء ايضا اللي تواصل معنا، بس بامانه في ضغط كبير على البداله، واحنا ودنا ان احنا ناخذ ايضا اكبر قدر من الاتصالات، ونذكر ايضا ان وجود عبد الله المناعي هو الاستشارات الموسيقيه وايضا التنسيق مع بقيه الملحنين والفنانين اللي يتابعون برنامج فيض المشاعر. هناك دور كبير راح يكون على الزميل العزيز والصديق ايضا اللي راح يشاركنا ايضا في تقديم حتى برنامج فيض المشاعر، عبد الله المناعي. عندنا ضغط الظاهر. ناخذ اخوي حميد الدرعي من الامارات. حميد الدرعي من الامارات، يسعد لي مساك يا اخوي حميد. حميد الدرعي يسعد لي مساك. مرحبا يا حميد. مرحبا الله يسلمك. حياك الله. مبروكين على هالاطلاله الطيبه. الله يبارك في عمرك. والله يسلمكم، نحن طال عمرك نشارك قبل في الإذاعة، والحين نشوفكم فالنور يزيد طال عمرك. عمرك من ساعة، بس الحين شفت الطبخة شلون تنطبخ في الاستديو. هي نعم. اتمنى لكم التوفيق انت وضيوفك طال عمرك والطاقم كامل. تحية لك ولحبتنك جميعا في الامارات. الله يسلمك ويخليك. نسمع منك، وايضا موجود معنا الملحن القطري المبدع عبد الله المناعي، واللي راح ايضا يقتنص الفرصه مع بقيه الفنانين والملحنين في اقتناص ما يحلو لهم من النصوص الغنائيه اللي تقوم اذاعه صوت الخليج بانتاجها كاغاني وتبث قريبا جدا على اذاعه صوت الخليج. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله يكون نصيب بعد للشيلات او الشلات العابيه. موجود بعد موجود. الله يسلمكم. اقول لا تبرقع لي عيوني يا بصير، لو بغيت أطير ما بتردني، وش لك بتفكير تخطيطه دمير، ليش تبغي على السجون تحدني؟ قول ليش تبغي على السجون تحدني، لو بغيت تكون على العالم مدير مستشارك يا مديري، عدني يومني للخير والهمة سفير، ليش ما تبغي الريال تودني، ولا خايف لقربه يشفى الضرير، والعلوم الوافيات تبدني، حسي المرهف يقابلها الزئير، وانت وين تريد يلا قدني، وابشر بسيل من علومي همير، واحذر من الشر لوه مدني، لن لوني عن القمة قصير، راسها ينزل عشان يشدني، لي فوادا له هبوب كالعبير، بس يتغير إذا ما تهدني، طير البرقع وخليني بصير، للحياة وللشراسة ردني. سلامك. من قال سالم، صح الله لسانك يا حميد الدرعي. صح الله. قصيدة بصراحة جزلة. الله يسلمك. ولا انت على كل حال، ومشكور على مشاركتك. شاعر رائع بصراحة. معانا حسين النجراني من السعودية. مرحبا يا حسين. عبد الله مساكم. يلا حيا. مبروك الطلة الجديدة للبرنامج، وأنا أحد المشاركين القدامى في البرنامج، ولو طولنا على المشاركات، ولكن جيتكم بالطلة الجديدة شجعتنا نحن نشارك مرة ثانية. تسعدنا مشاركتك يا حسين، أنت وغيرك من إخواننا الشعراء. ايش تسمعنا اليوم يا حسين؟ قصيدة إن شاء الله أتمنى أنها تنال على إعجابكم، على إعجاب المستمعين والمشاهدين إن شاء الله نسمعها. أقول يا بحر يلي على شطك مواني، ومن على متنك مسار للسفينة، وانت في جوفك متاهات وأماني، لولو وبحار وأحجار ثمينة، بك هدوء يسرق الساعة ثواني، وبك غضب ما يرحم اللي في يدينا. يا بحر جيت اشتكي قسوة زماني، والحبيب اللي خذا قلبي رهينة،
صاحبي سافر ولا أدري هو نساني، ولا أنا ما زلت أنا في وسط عينه، قلت بنسى غيبته قلبي عصاني، وإن بغيت أعاتبه ما أقدر أدينه. يا بحر والشوق لخبط لي كياني، والعيون من السهر شوفها حزينة. يا بحر والشوق لخبط لي كياني، والعيون من السهر شوفها حزينة. جيت بسأل هودها كلي دهاني، وحبيبك غاب وغرته المدينة. أنت مثلي شايله بين المحاني، وأنت مثلي لا رحل هزك حنينة. أنت مثلي كل ما اشتقت تعاني، أو يمينك حنت الضمة يمينه. أنت مثلي كل ما اشتقت تعاني، أو يمينك حنت الضمة يمينه. اليوم يمر للذكرى خذاني، ليت لي حيلة وأنا قبل جبينه. يا بحر واسمع لو انك ما تراني، دقة الخفاق من سبة ونينه. كل ليل وذا على جالك مكاني، اشعل همومي وافلك يا الخزينة. القصايد والرسائل والاغاني والهدايا والصور والشندفينة، ضاق صدري والكلام اعيا لساني، وانذي طينه وهذه من عجينه. ليت لي حيلة على شيء كواني، كان ارجع للعمر فايت سنينه. وسؤال. السلام عليك. شاعر جميل بصراحة. صح الله لسانك. على فكرة خليت أخوي حسين النجراني، خليت عبد الله المناعي يسرح معاك كثير يعني، وأنا شوف قريحة اللحن بدت. لا قصيدة قوية صراحة من أخوي حسين، وفيها معاني كثير، وفيها تصوير وسلسة. لا وعبد الله هادي ويحب لون القصائد الهادية. جميل. وعاطفية وهادية في نفس الوقت. صحيح. شكرا جزيلا أخوي حسين. ترددات إذاعة صوت الخليج في كل مكان نشاهدها معكم ونسمعها أيضا عبر أثير إذاعة صوت الخليج. من الدوحة على 100.8 و99 FM، من أبو ظبي على 105.2 FM، من البحرين على 94.4 FM، من مسقط على 107.7 FM، من بغداد على 95، من الموصل على 92.4، من البصرة على 98.7 FM، من لندن 12A ديجيتال و558 AM، ومن الكويت على 102.4 FM. صوت الخليج معك في كل مكان على الموقع skr.fm. إذا مشاهدي تلفزيون قطر ومستمعي صوت الخليج، احنا معكم في كل مكان. اخوي ابو ناصر وايضا زميلنا وصديقنا الملحن القطري المبدع عبد الله المناعي. طالما احنا في كل مكان، احنا راح نروح كندا، ناخذ اتصال من هناك ونسمعك. يلا. قصيدة كندية ترى. قصيدة كندية. ناخذ تركي الشمري من كندا. يسعد لي مساك يا تركي. الله يسلمك اخوي، ويسعد لي مساكم جميعا، وعلى الملحن الكبير الاستاذ عبد الله المناعي. الله يحييك. وحبيت الله يبقيك ان شاء الله بعد عيد، وحبيت ابارك لك بطلة جديدة للبرنامج. الله يحييك ويسلمك. ايضا معنا زميلي محمد الشهواني، ايضا يقدم معي برنامج فيض المشاعر. اي اخوي محمد، عفوا بس اني ماني قدام التلفزيون، بس الله يعطيك العافيه. يا مرحبا بكم، اسهل. الله يسلمك ان شاء الله. طبعا هذه اول مشاركه لي في البرنامج، وانا اكلمكم من كندا، المسافه بيني وبينكم تقريبا. الوقت عندكم وش هو يا تركي؟ سام؟ الوقت الان كم الساعه عندك؟ هي الان عندنا تقريبا الساعه 2 الا ربع مساء. 2 الا ربع، يعطيك العافيه. طبعا ذا فتنا هنا اي لا الشعراء يسهرون عادي. اي اكيد. طبعا هي مشاركه عندي، حبيت اشارك فيها، كان بيت كذا. تفضل. اتمنى ان شاء الله انها تفوز على ارضاكم. طبعا اقول ترفق يلغضي وارفق على هونك، ترفق يلغضي وارفق على هونك، ذبحت قلوب خلق الله بنظراتك. ترفق يلغضي وارفق على هونك، ذبحت قلوب خلق الله بنظراتك. تبسم بس تكفى لا يشوفونك، تسيل عيونك الحلوة وبسماتك. ترفق يلغضي وارفق على هونك، ذبحت قلوب خلق الله بنظراتك. تبسم بس تكفى لا يشوفونك، تخيل عيونك الحلوة وبسماتك. ترى ما همني
ترى ما همني لو صرت مجنونك، تراني واحد من بعض حالاتك. عليك السوق ضيع ناس يبغونك، جمال وثقل قاهرهم بصداتك. إلى مريت قالوا يا دينك، ولا كفيت صاروا خلف خطواتك. ترى بدري عليهم لو يجارونك، لصار زين واحد من زاياتك. سلامتكم. من قال سالم، صح الله لسانك يا عبد الله، بيض الله وجهك، ما قصرت. شكرا اخوي تركي الشمري من كندا، تحيه لك وتحيه لكل من يسمع. يعني تلفزيون قطر استطاع ايضا ان يوصلنا الى كل مكان. كنا قبل شوي نشوف ترددات اذاعه صوت الخليج في كثير من البلدان، ايضا بالتعاون مع تلفزيون قطر احنا نصل واياكم الى كل مكان. ونذكر ايضا ان في ابلكيشن خاص في الابل ستور لكل مستمعي صوت الخليج، بامكانهم انهم ينزلون برنامج صوت الخليج ويسمعونا في اي مكان واينما كانوا. معنا ناصر كواري من قطر. الو، مرحبا يا ناصر. مرحبتين، السلام عليكم. عليكم السلام، يلا حيه. احييك بجيك يا اخوي. مرحبا بك يا ناصر. مرحبتين يا اخوي. اول شيء احب امسي عليكم يا شباب جميع واحييك. وعندي قصيده بس اتمنى ان شاء الله ان تنال اعجابكم. تفضل يا ناصر نسمعها. اقول من يقول البعد ينهي حبنا، من يقول البعد ينهي كل شيء، ما يزيد البعد إلا أشواقنا، ما يموت الحب دام الشوق حي. لك أنا مكتوب وانت لي أنا، غصب عن كل الخلايق انت لي. غبت عن عيني وطول بعدنا وما نقص قدرك وحبك لو شوي. حافظين حقوق حبنا وما لنا إلا حبنا وغير حبنا ما نبي. كم عدونا وكم سبقنا ظلنا، كم أزعلك وانت كم ترضى علي. من عرفتك ما عرفت إلا الهنا، ماليا عمري مسرات وضي. من يقول البعد غير حبنا وانت لي في الكون دنياي وهلي. سلامتكم. من قال سالم. الله يسلمك يا ناصر، ما قصرت. شكرا يا ناصر، شكرا لك يا ناصر. في بعض الملاحظات البسيطة، لكن ان شاء الله اخوي ناصر الكواري ان انت تتخلص منها في القريب العاجل. عبد الله المناعي، احيانا النصوص الخفيفه هذه تكون قريبه مثلا من اللحن وسهله انها لما تغنى المتلقي يسمعها بسرعه، صح ولا لا؟ صح. يعني هي النصوص المفروض تكون فيها فكرة شوي غير مستهلكة، غير عن الأفكار اللي احنا ممكن نتطرق لها. يعني الفكرة أهم من المفردات نفسها اللي داخل أو القوة الشعرية. فكرة النص المفردة اللي راح تستخدم المفروض ما تكون مستهلكة بطريقة كبيرة. يعني مستهلكين شعراء كثير أو معنى صح أنه استهلكت في الأغنية نفسها أو دارجة مثلا. إيه على أساس المستمع لما يسمع يحس إنه في شيء جديد في النص ما سمع من قبل. يمكن نسمع مع بنورة، نلاقي عندنا نص. بنورة، مساء الخير يا بنورة. فيض المشاعر عاد من حقب غيبة، حنا علشانه نشتاق له. نسوق التباشير شوق الحبيب الحبيبة، أقولها باسمي وباسم الجماهير. وابو غلا رجل ملكنا بطيبه، يلا عسى ربي يمسيه بالخير. مساكم شعر. الله يمسيك. انا شاعر، لكن اشكركم كن اعطيتوني المساحه هذه مع كحول الشعر يعني. والاستاذ عادل ما اقول عنه يعني شهادتي بمجروح. اخوي محمد منور، مرحبا بكم، اسهلا يا ابو نوره. الشاعر الملحن الجميل الذوق اللي يطلعنا خارج نطاق التغطيه. عبد الله مساك ورد. مرحبتين، مساء النور ابو نوره. انت جميل جميل جميل. الله يسلمك، الله يجمل حالك. وحلوه طلتكم على الراديو، طبعا على الفضائيه القطريه. ويا اخي ما هو غريب على هالقطر يا اخي، هالرقي وهالتقدم. مساكم الشعر. الله يمسيك بالخير. شكرا جزيلا يا ابو نوره، تحياتنا لك يا ابو نوره، الف شكر. معانا حمد البريدي من قطر. مساء الخير يا حمد. مسيتوا بالخير يا الربع. مرحبا بك يا حمد، كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك يا محمد. شلونك يا ابو ناصر؟ الله يرحم والديك يسلمك. مرحبا بك يا حمد. وحمد البريدي طبعا من خيرة الشعراء في قطر. صحيح، حمد معروف. من الشعراء المجتهدين جدا بصراحة والمبدعين، واحنا سعيدين يا حمد انك تشارك معنا في هذا البرنامج.
والله شرف لي يا ابو ناصر، انت وعادل عبد الله وعبد الله المناعي يعني من الاسماء اللي نفتخر بها في ساحتنا القطريه. جزاك الله خير. الله يحييك يا ابو. وابارك لكم النسخه الجديده من فيض المشاعر بالتعاون مع تلفزيون قطر، واعتبرها نقله نوعيه للشعر في قطر، واعتقد انها البرنامج الوحيد اللي على نفس هالمنهجيه الجميله جدا. يعني تمتع الواحد اذا كان في السياره، وتمتع نفس اللي بعد اللي جالس في البيت يبغى يستمتع اكثر. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هو حمد البرنامج ما استولى لكم للشعراء سواء في قطر او في الخليج، والبرنامج نجاحه من نجاح الشعراء اللي مشاركون معانا واللي يلغون قصايدهم علينا، بالعكس نجاح البرنامج هو نجاح للشعراء نفسه. الله يطول بعمرك يا ابو ناصر والله يوفقكم. ابو عبد الله، احنا قبل لا نسمع منك يا ابو عبد الله بس سؤال اذا سمحت لي، بس عن امسيه هلا فبراير اللي كانت في الكويت، وهي اخر الامسيات اللي اقمتها ايضا مع مجموعه من الشعراء هناك، اذا كان في مجال يعني في 20 ثانيه ممكن تقول لنا عن هذه الامسيه بس. ابشر مليوني. انا توني يمكن من اسبوعين كانت امسيتي مع سعيد بن مانع وبدر المحيني. نعم. في ثاني امسيات هلا فبراير. والحمد لله يعني كنت ممثل قطر الوحيد، وإن شاء الله أني قدمت ما يجملني ويجملكم إن شاء الله. جميل. تستاهل كل خير، تستاهل. الله يطول بعمرك. نسمع منك، نسمع يا أبو عبد الله. يقول مبطي من علومه وحبه وطاريه وذكراه، قلبي وين منحى لقاها، يكذبني كذباه لو قلت ناسيه وهو معي صيف السنين وشتاها. يمديه يرجع قبل ما عاد يمديه، قبل الصبر يبرد ضلوعه ورجاها، فقد صوته في الصباح وحراويه، وكلمة صباح الخير فاقد دفاها. غاب وترك له واحد ميت فيه، حسبي على الأيام مشينا قضاها، تسرق حبيب الروح مني وانا ابغيه، وتزيد في قلب الشقاوي عناها. خابره مثل الورد والوصل يسقيه، والحين مدري تربته من سقاها. نظرة عيونه يوم يزعل يلبيه، حتى وهو زعلان زايد حلاها. الصبح وجهه واسود الليل قافيه، ولا ضحك هلت سما الغيم ماها. عينه كما عين الوحش في مجانيه، سوادها الموت المصفى وداها. ما كني بوسط العرب يوم احاكيه، الناس تحكي لي ولا اسمع احكاها. اغليه واخترته واحبه وداريه، واحب كل ارض برجله وطاها، وبيع كل الخلق لرضاه واشريه، وانسى معه ضيم السنين ورداها. يا حاضر عيون المولع وماضيه، الحق على روحي وعطني دواها. تدري خفوقي يوم تطري وش يجيه، يندس في ضلوعي ويبكي وراها. حبك بجوفي جعل عيني ما تبكيه، شهذاك في عروق الخفوق ومداها. أصد به من هرجة الناس واخفيه، ويبين في عيون الحزين وبكاها. المستحيل أنساك يا سيد التيه، لو تاخذك عود الظروف وقشاها. لا ترخص بقلبي ولك مسكن فيه، الله يسامح غيبتك ويهداها. الله عليك. سلام، صح الله لسانك يا حبيبي. الله عليك. لسانك يا حبيبي. الله يصلح ابدانكم طال عمركم. جميل جميل. حمد البريدي واحد من الأسماء أيضا اللي قام مجلس الشعر بتسجيل تقرير عن حمد البريدي، بالتأكيد احنا راح نشوفه في حلقة من حلقات برنامج فيض المشاعر، ونحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج وتلفزيون قطر. نطلع بفاصل ونتواصل وإياكم بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم اخواني المستمعين واخواني المشاهدين بعد الفاصل القصير. معانا صالح من السعودية. مرحبا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساك بالخير اخوي محمد. مرحبا بك يا صالح. امسي عليك وامسي على اخوي عادل وعلى الاخ الغالي عبد الله المناعي. الله يحييك يا الله صالح. بالنور والسعادة. اخوكم الصغير صالح العجيمي من السعودية. مرحبا بك يا صالح ونعم بك. ما عليك الله يطول عمرك. النص اللي بشارك فيه حبر الألم. حبر الألم كتبت ذا كم من سطر وما نشف. حبر الألم كتبت ذا كم من سطر وما نشف.
طلعتها الهبة البراد، ثم ارتجف صاح بأعلى الصوت: أبى أعترف عن كل شيء قد سلف، عن المحبة والأسف، عما مضى من جرح وشعر مختلف. أغلب الأبيات من فرقة حبيب، وجرح عيا لا يطيب، وبختصرها سالفة شوق الطبيب. أبى أسألك وش رجعك للكتابة؟ أبى أسألك وش رجعك للكتابة من بعد ما وقفت فترة طويلة؟ يعني عشان الجرح زاد التهابه، ولا علشان العيون الكحيلة؟ محبوبتي نادت وجتها الإجابة: جيتك وله بنتي قصيدة جميلة، فيها عشقك عشق السما للسحابة، دامك عشقتيني سوات الجديلة، وبوعدك بمشي معك، يا جعلني فدوة لقلبك ودمعك، لين اختنق ذاك الحلم، ثم ابتدى حبر الألم، كتبت به كم سطر وما وقف، قال استمر صدقني ما راح اكتشف. سلام. الله عليك. من قال سالم؟ صالح العجيمي. الخلطة المميزة ما بين قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية أيضا اللي قسمتها على أجزاء كانت مميزة. هذه قصيدة التفعيلة أستاذ عبد الله، راح نتكلم عن الموضوع هذا، خاصة في ناس كثير يبدعون في قصيدة التفعيلة وتصلح أغنية. صح. يعني بدر عبد المحسن ومحمد عبده كثير تعاونات منهم بينهم وبين بعض في كثير من النصوص اللي هي النصوص اللي احنا نطلق عليها قصيدة التفعيلة وقصيدة الحرب. لها نمط معين عادل، ولها حتى كلمات تكون مبسطة نوعا ما، وجرس موسيقي. لها جرس بس موسيقي. التفعيلة تفتح آفاق كبيرة الملحن أكيد، حتى كخيال يكون خيالها أوسع، كخيال كمساحة تعطي مساحة كبيرة أكثر من برنامج فيض المشاعر للشعراء والشاعرات أيضا. فعندنا مشاركة من الأخت نوف. مرحبا يا نوف. مرحبا. يا مرحبتين، حياك الله أختي. الله يحييك. الله يطول بعمرك أختي. تفضلي. بشارك بنص تقريبا ربما أنه وصفي. عفوا بس وصفي. إيه. هاي من كتاباتك؟ إيه. يلا تفضلي. أقول: أحزن يشوم الحب قلبه وإحساس، وأحزن يشوم الحب مظهر وزينة، هذه هي الدنيا مظاهر وأجناس، ناس يمكن أنها غبينة، والحبياتي دون مبدأ ولا أساس، لا شكل لا بحة ولا حسن طينة، والحب فطرة ما يجيبه تمراس أو حفظ منهاج الغرام حنينة، والحب يشبه له مهونة ووسواس، يضربني الوسواس لا زاد لينه، وأنا خفوقي كل ما هب نسناس، مرة الخيال اللي يجيبه بزينه، لفعة هوا والجو بارد وحساس، يشب عيني كان ديني بدينه، وحيا عليه باحترامه، فلا باس زوله يمر دنكتله لجل زينه. سلامتكم. سلام. جميل نوف. في تطور كبير على فكرة. نوف من الأسماء اللي كانت تشاركنا في برنامج فيض المشاعر من فترة طويلة. سلمين أختي. كانت تشاركنا من فترات طويلة وبكل صدق، يعني أول ما بدت معنا كانت تكسر في الوزن، كسور يعني واضحة جدا. الآن في تطور كبير مع قصيدة موزونة وحتى معانيها قوية، وأصرت وواصلت واستمرت، وكانت تقولها أنا تمتلك الموهبة عادل. وهذه من فوائد البرامج الشعرية، أن الشعراء تصقل مواهبهم، يستمعون، يصير فيها ثقافة شعرية أكبر، والاحتكاك أيضا مع بقية الشعراء اللي يشاركون في أسماء كبيرة وفي أسماء أيضا مبتدئة يشاركون في هذا البرنامج. معنا اتصال من السعودية. صالح. يا هلا والله. غلا. أهلين. يا هلا بك أكثر. حياك الله. صالح من السعودية. احنا بصراحة سعيدين بمشاركات الإخوان الخليجيين وحتى الإخوان العرب، إذا جانا اتصال من السعودية والإمارات وأي دولة خليجية ودولة عربية بصراحة هذا شيء يزيدنا سعادة.
صالح إبراهيم على فكرة من الأسماء اللي أنا كنت أحاول جدا أني أنا أستدرج أنه يقول نص من نصوصه، ولكن للأسف الشديد هو يلقي نصوص الغيرة، وخاصة يمكن عبد الله الرشود من الأسماء اللي أنت متعلق فيها كثير يعني، وهو شاعر قوي بأمانة يعني. عبد الله الرشود من الأسماء اللي كانت ما عليكم أكيد زود. وعبد الله الرشود أنا يمكن عشان أسلوب السهل الممتنع يعني ينحفظ بسرعة يعني من هالكلام. فأسعد الله مساكم بكل خير، وألف مبروك على الإنجاز الحلو. أنا أعتبره إنجاز والله، وفكرة جميلة وجاء من مجهود، أكيد مجهود شباب يعني ما شاء الله مبدعين. تستاهلون. صالح، مشاركتك اليوم القصيدة بتكون لك ولا لشاعر غيرك؟ والله يا بعد قلبي أنا أحب إني ألقي أكثر من أنا يعني أكون شاعر. زين يعني نسمع مشاركتك أخوي صالح، عندنا اتصالات كثيرة بصراحة في الكنترول. من عيوني. هي مجرد بيتين عشان لا نتقر على الجماعة. أبرك الساعات نسمعها. شفت البدولة جفت الأرض وشلون، شفت البدولة جفت الأرض وشلون، أنا تراني مثلهم في غيابك، هم من ضماهم للسحايب يشدون، وأنا أشد من الوله يم بابك، وأنا أشد من الوله يم بابك. إحساسك جميل يا صالح. الله يجمع جدا، وقاك مميز. يطول لي عمرك. الله يعطيك العافية، ومشكور جدا على مشاركتك. شكرا جزيلا أخوي صالح إبراهيم من المملكة العربية السعودية. أذكر أيضا المشاهدين الكرام ومستمعي صوت الخليج أن بعد قليل أيضا راح يكون معنا ضيف في برنامج فيض المشاعر على تلفزيون قطر وإذاعة صوت الخليج، سعود بن ناصر الشافي، سكرتير تحرير مجلة بروق. بعد ما ناخذ أيضا مجموعة من مجلة الريان، مجلة الريان، مجلة بروق ومجلة الريان، عينين في راس، ونوجه لهم تحية كبيرة يعطيهم العافية جميعا. وإذا قلت بروق أو قلت الريان فأنا ما رحت بعيد عن قطر، يكملون بعضهم، وأنا ما رحت بعيد عن قطر. الله يسلمك. ناخذ أخوي محمد الشاوي. مرحبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسعد مساك وعبد الله ومسا على الإخوان اللي معك. الله يمسيك بالخير يا محمد. وأشكرك صراحة على هالفكرة الجديدة، صراحة أنتم حمستونا واجد إنه نرجع نكتب مرة ثانية صراحة. تستاهلون كل خير. تستاهل خير. عندي والله نصين أنا محتار فيهم يعني، اختار لكم واحد منهم أو. أنا أنصحك إنك طالما عبد الله المناعي موجود روح صوب السهل شوية، خلنا نهيض عبد الله المناعي. يقول الجرح فيني ما برى، الجرح فيني ما برى، دامه على الخاطر يمر، الجرح فيني ما برى، دامه على الخاطر يمر، ليه زمن يرجع ورا، عشان ألبي ما أمر، يا ما رسمت يا ما رسمت على الثرى، حرف من تحت ضوء القمر، يفداه ليلي لو سرى، واعطيه من وقتي عمر، احاول انسى ما جرى، لو كان في صدري جمر، احاول انسى ما جرى، لو كان في صدري جمر، ليته من عيوني جرى، ابيات مع دم حمر، ابيات مع دم حمر. سلام صح الله لسانك، ولا انت هالقصيدة بصراحة الجزلة ذي. حاليا عندنا فقرة بتكون في كل حلقة عبارة عن شلة معينة، خصوصا الشلات الفترة الأخيرة في قطر وفي الخليج أصبحت لها شعبية كبيرة. عندنا شلة عنوانها الأدعم، كلمات مبارك الخليفة وأداء العذب، نسمعها. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. الحقيقة دايم عين الصواب، والغلا اساس الولا والانتماء، كل ما نبعد وياخذنا الغياب نرتوي بالحب قطع الظما، ندري ان الحب له مليون باب، واكبر الابواب للمسلم كما
فرض عين الدين باسطور الكتاب، كل ما وقف وفاده وارتمى، كل ما وقف وفاده وارتمى، لارضه وعرضه وماله بالرقاب، لا حداه الوقت والعيل زما، والسوال اللي مثل طرد السراب ما يفيدك في حياتك انما برق الامجاد يعطيك الجواب، لا احتمل مقاف بالعز احتمى، برق الامجاد يعطيك الجواب، لا احتمل مقاف بالعز احتمى، لا احتمل مقاف بالعز احتمى، ارتفع حتى تعانق والسحاب صار مثل الشمس في عرض السماء، كل خلق الله تحسب له حساب، أدعى من لون تعطر بالدماء، كل خلق الله تحسب له حساب، أدعى من لون تعطر بالدماء، أدعى من لون تعطر بالدماء، وارتسم في كف الأرض من الخضاب، في قلوبه للوفا زرعه نما، جعل راس يكره حدر التراب، جعل عين ما تحبه للعمى، جعل راس يكره حدر التراب، جعل عين ما تحبه للعمى، وجعل عين ما تحبه للعمى. عودة وإياكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمعي إذاعة صوت الخليج في كل مكان إلى برنامجكم فيض المشاعر على دانة الأصوات صوت الخليج وأيضا شاشة تلفزيون قطر. شاهدنا هذه الشلة، شلة الأدعم، من كلمات مبارك الخليفة وأداء العذب، ونشكر أيضا الأخوان في مجلس الشعر اللي أنتجوا هذا العمل الجميل. وبالتأكيد في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج مجلس الشعر سيتولى هذه المهمة الجميلة في إنتاج شلات لأبرز الأصوات المميزة سواء في قطر أو في خارج قطر إن شاء الله مستقبلا. في هذه اللحظات أيضا يشرفنا الصديق العزيز والزميل سعود بن ناصر الشافي، سكرتير تحرير مجلة الريان. أنا قبل شوي أقول له مبروك، صلحوا لي قالوا لي الريان. جعل ربي يسلمك. الله يطول مبروك، مسارنا واحد وإخوان وربع. بالتأكيد. واستغل الفرصة هذه أشكركم على جهودكم الجبارة وعلى البرنامج الجديد فيض المشاعر بحلته الجديدة، ولي شرف كبير أشارك أخوي والمعلم الكبير الشاعر محمد الشهواني، وجودك أستاذ عادل، وجود ملحن المبدع عبد الله المناعي. الله يسلمك وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يقويك. أنت كنت موجود معنا من بداية الحلقة، سمعت مجموعة من النصوص اللي تشارك الآن. أنت كسكرتير تحرير في مجلة الريان، وهي تعنى أيضا بالشعر في المقام الأول، قد يكون الركيزة الأساسية للمجلة. لاحظت أن في أسماء جميلة يعني ممكن تطرق على بالك أن أنت ممكن تتبنون هالأسماء؟ والله في أسماء حلوة وشاركوا معنا من قبل، وقصائد حلوة، ونطمح للمزيد بعد، ومشاركتهم تواصلهم وتواجدهم معنا. وهذه دعوة أيضا الجميع للمشاركة في مجلة الريان ومجلة بروق أيضا. كلها الأبواب مفتوحة. هي كمجلة الريان ومجلة بروق بصراحة لهم وضعهم حتى مو على مستوى قطر، حتى على مستوى الخليج بصراحة. صحيح. يعني مجلة بروق هي أعتقد أنها أول مجلة قطرية مختصة بالشعر الشعبي بشكل عام، كذلك مجلة الريان شعبية وثقافية في نفس الوقت. وأتمنى لك توفيق. سعود الشافي بصراحة رجل مجتهد جدا، وما زكي على من عندي، لكن سعود مجتهد إلى بعد حد، هو إخوانه في مجلة الريان، أتمنى لهم التوفيق. وجود سعود بصراحة يزيدنا ويزيد البرنامج. جعل ربي يسلمك. حافظين أيضا. هذا شرف كبير لي وشهادة أعتز فيها من شاعر حجم طويل العمر. وأبد مجلة الريان مجلة الجميع، ونتشرف بالوجود الشعراء، وكذلك مجلة بروق نعدها بعد مجلتنا الثانية، وعلى أستاذهم سكرتير رئيس التحرير القيم الخيرين أستاذنا الكبير وأخونا. وأبد الأبواب مفتوحة ونتشرف بالجميع. الله يعطيكم العافية. مجلة بروق بكل الصدق يعني هي مش مجاملة، ولكن مجلة بروق ومجلة الريان يعني مجلتين محافظين حتى على المستوى الثقافي، مستوى المادة الثقافية الأدبية اللي قاعدة تنشر فيهم. لذلك الاستمرارية موجودة فيها. كهوية أصلا. في هوية يعني هم من ضمن الهوية أيضا، حتى الهوية الوطنية القطرية واضحة جدا عليها، ولذلك هي محافظة ولها رونقها الخاص. أكيد هم ارتكاز المجلتين هذه على الهوية القطرية ودعم المواهب القطرية سواء في مجال الشعر أو في المجالات الأخرى.
وهذا شيء طيب وشرف لنا نحن نخدم قطر ونخدم شعراءها والناس الموجودين فيها. يستاهلون كل خير. تستاهل. طيب استاذنكم الحين ناخذ ايضا اتصال من مملكه البحرين، لأن في ضغط كبير اليوم ما شاء الله، اول حلقه وضغط كبير على البداله، وفي شغل كبير راح يقوم فيه عبد الله المناعي وايضا بقيه الفنانين والملحنين معه. بدر الرويحي من البحرين، وتحيه لكل احبتنا في البحرين. الله يسعد لي مساك يا اخوي بدر. مرحبا يا بدر. حبيبي حياك الله. مساكم الله بالخير ومبروكين على عودة البرنامج، طال انتظارنا له. الله يطول بعمرك. هذا احنا رجعنا لكم الله يسلمك، لكن رجعنا لكم مشاهدين ومسموعين ايضا في نفس الوقت. والعودة احمد طال عمرك. حياك الله حياك الله يا اخوي بدر. الله يطول عمرك. عندي نص الله يسلمك بعنوان بلا امضاء. بلا امضاء، نسمع. تمضي الكتابة بين دم وبين اطراء، وما كنا هلا الحرب وقدارت رحاها. كني كتبت الحرب او دي كانت اصداء، راء ابتلت بالحب وشقتني معاها. المضحك انك بالكتابة تصنع اعداء، والمخزي ان الصدق بك يصرخ بلاها. بعياء كم بحت وكتمت سنين بعياء، والنفس ما ضاعت امر من نهاها. بس شكتب الليلة واصحابي الاعزاء، الحزن والضيقة لفوا بشوق شراها. شكتب وانا مالي سوى ذولا اخلاء، شكتب عن الفرحة وانا همي كساها. قلب انهوى ثم تداعت باقي الاعضاء، جرح طغى والحظ قد ماله تماها. قلت الوطن ودنيت له قرب واصغاء، بس الوطن جاني يبادلني غلاها. وش هو الوطن لا غابت عيون هيفاء، وش هو الوطن غير ابتسامة من شفاها. حتى الاسامي من دلعها غير الاسماء، تترك على كل مفردة ريحة صداها. من يجتمع بكفوفها الحلم والماء، يتقافز النور بشغب طفل وراها. كل الحروف من الالف لاخر مدى الياء، باتت شعر في عيون من روحي فداها. في عيونها غيم وحكايا موج وغواء، لعيونها سل المطر يتبع خطاها. عيونها كانت بداية بوح الأشياء، ولعيونها الأشياء توصل منتهاها. لعيونها تخضع بطيب وحب الأجواء، في عيونها الأجواء تجهل وش مداها. كل السماء تكتب على كل نجم اهداء، والبحر تسترعي بمشيتها انتباها. مثل الربيع اللي يورد كل الارجاء، شبه الصباح اللي تلعثم في سناها. كل شيء بيديها تمسه يحمل امضاء منها، كما والرمل من يلمس خطاها. اعرف هراء الذوق وان الناس اهواء، بس ما خلق ما بينهن وكماها. حسناء واظلمها اذا قلت انها حسناء، واجمل خيوط الحزن خصله من ضياها. يعطيك العافيه. يعافيك حبيبي. بدر صح الله لسانك اولا، شكرا جزيلا لك اخوي بدر رويحي. طالما موجود ايضا سعود الشافي ومحمد بن ناصر الشهواني. يعني محمد بن ناصر الشهواني هو خبير بحور الشعر موجود عندنا. انا احس ان الصدر على بحر والعجز والله على بحر. شوف بالنسبه للبحور الشعر انت كانت في بحور اصليه وفي بحور مختلطة. البحور الدارجة عندنا في الجزيرة العربية والخليج معروفة، اللي هي المسحوب، المنكوس، الهجين الطويل، الهجين القصير، الهلالي، الإصخري إلى آخره. لكن البحر هذا بصراحة ما مر عليه بدر. لا أنا هو الصدر على بحر والعجز على بحر. هذا اللي أنا عارفه أكيد يعني. صحيح. على أي بحر كاتبهم أخوي بدر؟ هو مثل ما تفضل أخوي، هو كأنه مزيج بين بحرين. نعم. يعني وهذه محاولة يمكن من التجديد اللي نحاول نطرقه في هذا الوقت. نعم. على اساس ما يكون من المعتاد سماعه، وكذلك اذا لاحظت حتى اختيار القافية يعني الاولى اللي هي الف الهمزة. نعم. اقرب الفصحى منها الى العامية. الف شكر لك يا بدر، الف شكر لك، شكرا جزيلا لك. انت من البحرين وايضا حاولت تمزج بحرين من الشعر ومن الاحساس ايضا في هذا النص.
سعود، احنا ودنا ايضا انك تشاركنا وتسمع القصايد، لان في اسماء كثيره راح تجيكم من قطر ولا من خارج قطر راح يشاركونكم فيها. ابرك الساعات ونتشرف وانتم تستاهلون كل خير. الله يجزاكم سعيدين احنا بوجودك معنا. انا اسعد اخوي عادل وجعل ربي يسلمك. في احد عنده بليد؟ حاليا انا اسمع صوت بليد يا جماعه. في عصر البتحات، في عصر الثوره التكنولوجيه، ما تشوف ان قراء المجلات تناقص عددهم؟ والله بناصر صار الاقبال شوي يعني قليل على المجلات. أقل. صحيح. العالم تقول لك انا ما ابي اقرا واتصفح، ادخل على تويتر، على الفيسبوك، على المواقع الاجتماعيه، ويعني اقرا واتثقف وامشي اموري. ولكن تبقى المجلات اكيد المجلات قراءتها لها نكهه خاصه يعني فيها. صحيح. ناخذ اتصال ابو ناصر من مهدي النعيمي من العراق. حياك الله يا مهدي. مرحبتين. مساكم الله بالخير، مبروك على افتتاح الشعر مرة ثانية، وأقدم لكم هذه القصيدة باللهجة العراقية. نسمع. حياك الله، برك ساعات. نعم. شلون وياك يا روح والورطتيني بيه همتي، قلتك كومه جروح وبعدك منها ما تبكي، تشربك سم بالكاس وتقولين بس هي اللي عندي، وقطار العمر بيك يدوي وحالتك من تردي لتردي، وعفوتين وخلان وراح يكتلك مر التحدي، وهي تقلك روحي ولي وتترجين جدنها يمك يعدي، عمرها ما توافيك أبد ولا تسمعين مني حكي، تذوق الراح بمراح وانتي تداوين يندي وتنطرين طيب، قليلي وياها تصبرين لي وين ودمعتي شهرتني على خدي، غبية اليمتى تصيرين كافي لثوابك ردي، خافي الله ورحم الحال، علمك عليك التحدي، فتح عيونك لليردوس مصباحهم باسم وندي، اسمعيهم الك ينادون، يلا قليلهم انت منها تبكي ولا تردي، وشكرا جزيلا. صح الله لسانك يا مهدي، اتصالك يكفينا بصراحة، انك متصل من العراق الشقيق، واحنا سعيدين بك وبكل كذلك المشاركين، خصوصا انك جاي او متصل من العراق، بصراحة احنا سعيدين بمشاركتك جدا. إذاعة صوت الخليج تبث في 3 محافظات للعراق. شكرا جزيلا أخوي مهدي. عبد الله المناعي، أحيانا من الإلقاء يعني أنت ممكن تستوعب لحن مثلا من طريقة إلقاء الشاعر. صحيح. اي يعني انا مثلا لاحظت القصيده اللي قالها مهدي اخوي بدر من البحرين، لاحظت ان في اختلاف في الصدر والعجز. يعني شدني الموضوع كملحن، وكنت ناوي اتكلم معاكم بعد الحلقه، فانتم قلتوها في الحلقه بالعكس ويستفيد منها المستمع. فعلا يعني تطرق طريقه جديده في استخدام بحرين، فهذه حتى على الأذن وأنا أسمعها جديدة بالنسبة لي. فشدتني أكثر، شدني أول شيء في الموضوع موضوع البحرين اللي هو كاتب عنه، بعدين انتبهت للكلام. حلو. سعود الشافي، بالنسبة للقصائد اللي تجيكم على هذا النمط مثلا الصدر على بحر والعجز على بحر، هذه تنشر عادي ولا تعتبرونها قصائد مكسورة؟ شوف تنشر عندنا صارت القصيدة قافية ووزن وفكرة، يعني اختلاف البحور داخليا عادي، يعني ما يضيف ممكن اشياء كثيره للقصيده او ينزل من مستواها، اهم شيء القافيه والوزن يعني. حلو. يعني يبين من عندكم ان الشاعر مثلا مبدع يعني من خلال صياغه الجمل الجماليه في الشعر. صحيح. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. ناخذ اتصال معنا نواف المضاحكه من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله بخير. اهلين يا نواف. حياك ابو عبد الله. مرحبا يا نواف. مبدع من الاذاعه ومن التلفزيون. الله يطول بعمرك يا نواف، الله يطول بعمرك. على اخوي سعود ومحمد وعبد الله وبرك الساعات اللي مرحبا يا نواف، مرحبا وبرك الساعات. انا ولو جايب ناس لكن قلت بتهيب عبد الله جبت نصح فيه احساس. يستاهل عبد الله المناعي بامانه، يستاهل. هو واحد من الاسماء اللحنيه المميزه في
الساحة الخليجية واللي نفتخر فيه بكل صدق. كلكم رمز، والله انكم رمز. الله يطول بعمرك. نسمع. يقول في وطن قلبي حكاية للغرام وما نسيته، والأماني والهوى والذكريات وأنينه، والحنين اللي يسوق القلب لينه باب بيته، والدموع اللي تسابق لهفة الخاطر حزينة ذي بريشة غرفته، وهنا تلاقينه وريته أذكره جاني بلهفة تسبقه دمعات عينه، ينطق اسمي والحزن في محجر عيونه قريته، قال وعيونه تغارق دمع واسرار دفينه، قال وينك وين حضنك يا نطي ما غفيته، قلت كاني جيت بحر تعالي يا سفينه، ارتمت في حضني الدافي وقالت يا فديته، ذا حناني بخت عمري فيه يا أجمل سنينه، وذا مكانك ما لغيرك داخل القلب ولا عطيته، ذا مكانك يا حبيبي وحدك انتي تسكنينه، ليه أحبك لن أحبك عاشيني من هويته، وين أحبك تذكر الغرية وشاعر تعشقينه، تكبرين وتكبر أحلامي سوا، واللي رجيته حب يكبر مع ظنا في وسط ايد استحملينه، انت اول وانت اخر حب في قلبي رعيته، وانت اجمل بنت من كنتي صغيره وسط عينه، جيت بيتك عند بابك واقف خاطب نفيته، حلم عاشق وانتهى مع قبلك انحلت يمينه. الله عليك. صح الله. نواف يا ريت المخرج يعطينا انت كذا، انت رائع بصراحه. لا جميل. وختام الف شكر لك، وختام مسك او مسك لهذه الحلقه الاولى من حلقات برنامج فيض المشاعر. عبد الله المناعي الرجال قال بنا نفضل. ايه طبعا قصيدته مثل ما قلت انت رائع، قصيده رائعه جدا. سعود عندك تعليق ايضا؟ لا قصيدته حلوه ورائعه وقافيتها حلوه، ربي يوفقه ان شاء الله. الوقت يداركنا اخوي ابو ناصر، والله يعطيك العافيه. انا سعيد بصراحه بالوجيه الطيبه، سعود وعبد الله وكذلك، سعيدين كاطلاله اولى على تلفزيون قطر بالنسبه لبرنامج فيض المشاعر، سعيدين بجميع المشاركات سواء اللي من قطر ولا من خارج قطر، وبصراحة أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وخصوصا عندنا ملحن قطري كبير على مستوى عالي راح يكون خبير في الأمور الموسيقية بإذن الله. أنا مختارون أيضا نصوص من حلقة اليوم. في اتصالات كثيرة، نعتذر الأخوة اللي ما شاركونا وما قدرنا نحن ناخذ اتصالاتهم في حلقة اليوم، لكن الأسبوع القادم راح نلتقيكم يوم الثلاثاء في 9:30 مساء، الإعادة لبرنامج فيض المشاعر على إذاعة صوت الخليج الساعة 11 مساء السبت، ولكن راح تعاد هذه الحلقة غدا في 5 مساء على تلفزيون قطر. مشاهدي تلفزيون قطر، مستمعي صوت الخليج، نلتقيكم يوم الثلاثاء القادم، لا تنسون في 9:30 مساء. نترككم في رعاية الله. أجمل التحايا من فريق العمل التلفزيوني وفريق العمل الإذاعي، وأيضا زملائي الأعزاء اللي موجودين معي في الاستديو. انتهى اللقاء، إلى اللقاء.